سافر ولا تخبر أحدا، عش قصة حب صادقة ولا تخبر أحدا، عش سعيدا ولا تخبر أحدا. الناس يفسدون الأشياء الجميلة، احفظ كرامتك ولا تكن ثقيلا على أحد، فمن يريدك يبحث عنك حتى في الزحام، ومن لا يريدك لن يراك ولو كنت أمامه. عش كريما بذاتك. من أشد أنواع الظلم أن يلعب الظالم دور الضحية ويتهم المظلوم بأنه ظالم. كن مستعدا لتلقي الصدمات، فالحياة مفاجآت قد تأتيك من البعيد وقد تأتي من أقرب الناس إليك. لكل عصر جاهليته، ونحن اليوم نجمع جاهلية كل العصور. لا تكلف نفسك فوق طاقتها، ولا تتحمل بشرا أصبحوا عبئا على قلبك. وانصرف بذكاء، وأغلق نوافذك التي تؤدي إليهم وانتهى. من النضج أن تسامح شخصا أساء لك يوما، ولكن من الغباء أن تثق به مرة أخرى. تأكد أن الدنيا تدور ثم تقف عندك قليلا لتفعل بك ما فعلته بغيرك. من قوانين عزة النفس ألا تكرم من أهانك، ولا تحنو على من قسى، ولا تحنو لمن باعك، ولا تلجأ لمن أضل طريقك عمدا، ولا تشتاق إلى من استغنى. لو تمكنت من رؤية قلوب البشر لرأيت في كل قلب قصة وجع، فلنرحم بعضنا بعضا لعل الله يرحمنا.